بدأ مسيرته بين أحضان الجمال والتاريخ والحضارة والمجد بعروس البحر الأبيض المتوسط، عاصمة الجمال وملهمة الحكماء والشعراء. إنه أستاذ جغرافيا العمران ونظم المعلومات الجغرافية جامعة المنوفية، الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف، أمين عام الجمعية الجغرافية المصرية. ولد إسماعيل يوسف في 31 من ديسمبر عام 1954 بمحافظة الإسكندرية. تلقى تعليمه الأول والثانوي بها حتى حصل على درجة ليسانس الآداب قسم الجغرافيا في مايو عام 1976 من جامعة الإسكندرية، حيث حصل فيها على درجة الماجستير بتقدير عام امتياز، ثم حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف من جامعة المنوفية. تدرج في السلك الأكاديمي حتى أصبح أستاذاً بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنوفية. درس بالعديد من الجامعات العربية منها جامعة الملك خالد وجامعة الملك عبد العزيز آل سعود، كما عمل استشاري للتنمية العمرانية بإدارة المعرفة بالقطاع الحضري بالبنك الدولي بواشنطن، وكذلك عمل بقسم المعلومات الجغرافية بوزارة البيئة بولاية نيوجيرسي، كما عمل بكل من قطر ونيجيريا واليمن وغيرها. قدم العشرات من الأبحاث العلمية الهامة المنشورة والمحكمة منها: الأسماء الجغرافية في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، تقييم مستوى العلاقات الحضرية بين القاهرة والعالم، التحليل الجغرافي دلالة الأسماء بسيناء، تقييم الخرائط الذهنية لشباب الوجهين القبلي والبحري، الإدراك السكاني لمشروعات التنمية بمصر. ألف عشرات الكتب في مجال جغرافيا العمران، وأشرف على عشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه، كما شارك في تحكيم العشرات منها. قام بالعديد من الرحلات العلمية وشارك بالكثير من المؤتمرات محليا ودوليا. هو عضو بالعديد من الجمعيات والمجالات العلمية منها: عضو الجمعية الجغرافية الأمريكية، عضو الاتحاد الجغرافي الدولي، عضو جمعية الجغرافيين الأمريكيين، عضو الجمعية الجغرافية السعودية، عضو لجنة جوائز الدولة التشجيعية. إنه أستاذ جغرافيا العمران ونظم المعلومات الجغرافية جامعة المنوفية، الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف، أمين عام الجمعية الجغرافية المصرية. يؤكد الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف على أن الدولة المصرية بتضع التنمية العمرانية في الجمهورية الجديدة نصب أعينها في الفترة الحالية، وهناك جهود كبيرة تتم في مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني. الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف، أستاذ جغرافيا العمران ونظم المعلومات الجغرافية جامعة المنوفية وأمين عام الجمعية الجغرافية المصرية، كيف ترى أبعاد التنمية العمرانية في مصر في الوقت الحالي؟ طبعا احنا زي ما فخامة الرئيس أعلن أكتر من مرة جمهورية جديدة. بالفعل احنا بنؤسس في الوقت الحالي الجمهورية الجديدة بكل أبعادها العمرانية والبنيوية والإنسانية والاجتماعية وحتى السياسية. طبعا ده كله بيتطلب بنية تحتية قوية، يعني بيتطلب يعني تنمية عمرانية سباشيال مكانية موزعة على أجزاء أو أقاليم القطر أو القطر المصري أو أقاليم مصر المختلفة، وفي نفس الوقت تنمية قطاعية في القطاعات المختلفة: الزراعة، الصناعة، التجارة، النقل. يعني مش بس تنمية مكانية ومشروعات مكانية، ولكن أيضا تنمية القطاعات المختلفة دي، تنمية من الناحية الإدارية ومن ناحية تقوية هذه الأنشطة. أي عين منصفة تنظر إلى ما يحدث في مصر تجد طبعا شبكة الطرق اللي كل الناس بتتكلم عليها. طبعا دي شبكة كانت مطلوبة بالفعل ومن سنوات، والحمد لله احنا كنا كجغرافيين كنا بنحلم بمثل هذه الشبكة، وكلها مبنية بناء على الحتم الجغرافي اللي بيتطلب وجود هذه الشبكة، لأن الشبكة دي لو كانت اتعملت من 20 سنة كانت هتتعمل في نفس الأماكن، لو هتتعمل بعد 40 سنة هتتعمل في نفس الأماكن برضو، لأن في حتم جغرافي بيربط أجزاء مصر مختلفة بشبكة معينة عبر المسارات اللي احنا شايفينها. بالإضافة لكده تنمية طبعا العمران الخاص بالمدن الجديدة طبعا، وده كان بدأ من بعد
معاهدة السلام واستمر، ودلوقتي في جيل جديد من المدن الذكية اللي بيتبنى. ومجرد ان نشق طريق في منطقة صحراوية وتستثمر تعدينيا او زراعيا اكيد هينمو عمران فيها. فعشان كده الدولة قالت اهتمامها للتوسع الزراعي ومد شبكات الطرق في الاقاليم وفي المناطق الصحراوية في مصر، بالاضافة لبناء المدن الجديدة، بالاضافة ل طبعا برضو العشوائيات والريهابيليتيشن او التجديد الحضري اللي بيحدث في المدن في الوقت الحالي. شفنا الجزء بتاع ماسبيرو والتجديد الحضري اللي حصل فيه، وبرضو المناطق اللي هي في اطراف المدن والمناطق اللي هي السكن غير الرسمي، وده طبعا الظاهره دي مش عندنا بس في العالم كله، وازاي احنا بنحول ده لسكن مناسب، وفي نفس الوقت بيتعمل سكن ادمي يليق بالمصريين في الدولة الجديدة أو في الجمهورية الجديدة. العمران ما فيش جزء في مصر لم يطاله العمران، حتى القرى، موضوع تبطين القرى، المشروعات الخدمية اللي في الريف وفي القرى، المناطق المختلفة في مصر، سواء مناطق قديمة أو حديثة، ساحلية، حضرية، ريفية، كلها بيحدث فيها مشروعات تنموية. أي مكان بتزوره في جمهورية مصر العربية في مشروعات عمرانية وخدمية جديدة، بالإضافة طبعا للبنية التحتية، البنيات التحتية الأخرى، ليس فقط الطرق، طبعا شبكات مياه الشرب والصرف وغيرها، بالإضافة ل مثلا مشروع قناة السويس والمناطق اللوجستية اللي حواليه، إقليم بالكامل، عمران واقتصاد ومراكز نقلية ومراكز لوجستية تم تنميته. التنمية اللي حصلت في سيناء وخط السكة الحديدية في الفترة الأخيرة دلوقتي تستطيع تصل أي جزء من أجزاء مصر من أقصاها إلى أقصاها بدون أي عائق وبمنتهى السهولة وإمكانية الوصول. عاوزين نتوقف عند جغرافيا العمران في مصر القديمة في عهد حكام الفراعنة وما بعدها. هو يعني انت برضه انا يعني جاب ذهني موضوع العاصمه الاداريه، وهي ليه في المكان ده لحد ما، يعني هو حوالي 57% من تاريخ الدوله المصريه كانت العاصمه موجوده عند نقطه تفرع الدلتا، يا شرق النيل يا غرب النيل يا تحت نقطه التفرع دي اللي هو مكان القاهره الحاليه، تحتها شويه فوقها شويه. 57% من عمر العاصمه المصريه كانت موجوده في هذا المكان. طبعا المصريين القدماء برعوا في العمارة وفي التخطيط وفي كل الفنون يعني، ولا مجال لحصر هذه البراعة. لكن من ناحية العمران يكفي ان اختيارهم لمواقع العاصمة يعني بيتماشى مع الظروف السياسية في كل مرحلة من المراحل، وانه في اطول فترة ممكنة في التاريخ المصري كانت العاصمة في مكانها اللي هو المعروف أو القريب من المكان الحالي. وده طبعا ده إذا كان يدل على شيء يدل على وعي جغرافي متوارث عند المصريين. يقول الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف إن لابد من رسم ملامح تطور العلوم الإنسانية ومستقبلها ومسارات تحولها التقني والقيمي والعلاقات المتبادلة بينها وبين العلوم الأخرى، ودورها في تعزيز الهوية الوطنية وتشكيل الوعي، ورسم ملامح المشروع الفكري للدولة ومواكبة جهود التنمية والإصلاح وتحقيق الأمن المجتمعي. الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ جغرافيا العمران ونظم المعلومات الجغرافية جامعة المنوفية وأمين عام الجمعية الجغرافية المصرية. عاوزين نوضح للسادة المشاهدين طبيعة وأهمية العلوم الإنسانية للفرد والمجتمع. هو أنا قلت لحضرتك الجغرافيا ثقافة، الجغرافيا علم إنساني. احنا طالما جيوغرافي يعني صورة الأرض، يعني في حد بيتصور، يعني في ما هيش علم بحت ولا يعني علم ابستراكت، لا علم انساني، في بعد انساني التصور. ولسه من شويه كنا بنتكلم على الاحاسيس. العلوم الانسانيه مهمه في تكوين وجدان المواطن والشعور بالمواطنه والانتماء.
وفي نفس الوقت احنا كبشر احنا كائنات اجتماعيه. التواصل مع الاخرين بيحتاج لغات، عشان كده تلاقي كليات العلوم الانسانيه فيها اقسام لغات، فيها اقسام اجتماع وعلم نفس وفلسفه وتاريخ. والتاريخ والجغرافيا انا شايف من اهم العلوم اللي وخاصه الجغرافيا اللي هي ثقافه يجب عدم التخلي عنها، وتدرس يعني باكبر قدر في مراحل التعليم المختلفه. وانا بتحيزي الطبيعي بقول ان هي من اهم العلوم الانسانيه في كليات الاداب والعلوم الانسانيه. عاوزين نتوقف عند أهمية دراسة تاريخنا وتأثيره على غرس روح الانتماء في داخل الفرد، وكيف ننشر الثقافة التاريخية والجغرافية في مجتمعنا. طبعا هو يعني حوالي 75% من المعرفة المكانية للإنسان بتبقى أو أكتر بتبقى عن طريق غير التعليم الرسمي. التعليم الرسمي ما بيضيفش كتير للإنسان فيما يتعلق بالمعرفة الجغرافية، لكن التجارب الشخصية بتضيف له أكتر. تدريس التاريخ وتدريس الجغرافيا، وخاصة احنا في موقع كما يعلم الجميع سياسيا وجغرافيا مهم جدا للعالم، ويعني معظم ثرواتنا ومواردنا وإمكاناتنا هي بسبب موقعنا، وفي نفس الوقت معظم مشاكلنا وتاريخنا أيضا بسبب هذا الموقع. أو كما قال جمال حمدان، مصر جغرافيا في أفريقيا وسياسيا يعني تاريخها آسيوي وجغرافيتها إفريقية. فلابد من تعلم التاريخ والجغرافيا، والأجيال الجديدة دي لازم تثقف بطريقة أو بأخرى بالطريقة اللي هي بتفهم بيها، وليكن عن طريق فيديوهات كوميكس أو لعب معينة أو يعني برامج معينة وحوارية عن طريق الرحلات العلمية، بحيث ان طبعا الجغرافيا والتاريخ يعني ابني لما كان في الروضة كان بيدرس تاريخ وجغرافيا على مستواه وهو في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو لسه في كي جي 2 أو كي جي 1. فده كان لاهتمامهم أو لإدراكهم لأهمية الجغرافيا والتاريخ منذ الصغر. كيف ترى تأثير ودور الآداب والفنون في المجتمع؟ طبعا الآداب والفنون مهمة جدا لحياة الإنسان. الإنسان اللي بيعيش يعني احنا عشان نتذوق الفنون ده ما عادش لم يعد طرف، أصبح ضرورة إن احنا نستخدم الفن في بناء الوجدان الإنسان وبناء وجدان المواطن. وأيضا الأدب والسير الآخرين مهمة جدا لأخذ المثل والقدوة في مجتمعنا. وطبعا الأجيال الحالية القراءة عندها ضعيفة بسبب استخدام أدوات التواصل الاجتماعي، فياريت نطعم أدوات التواصل بوسيلة أو بأخرى، أو يعني بيكون شيء موجه أدوات التواصل الاجتماعي ده بأي نبذات مهمة أدبية وفنية ترتقي بالذوق العام والآداب والفنون في مجتمعنا. هل حضرتك شايف ان جيل الخمسينات والستينات والسبعينات اكثر حظا من الاجيال الحاليه لانه عاصر وسمع وشاهد اروع الفنون الغنائيه والتلفزيونيه والسينمائيه؟ هو طبعا جيل اليوم عنده انتاجه وعنده تذوقه الفني وعنده ايضا يعني كل وقت وليه فنون خاصه بيه وليه يعني ملامح مختلفه بتبقى انعكاس للمجتمع. ف
ربما ما يعجبنا من اغاني لا يعجب الاصغر سنا. وكل يعني جيل من الاجيال ليه المقاييس الخاصه بيه، يعني من يعني حتى في الولايات المتحده الامريكيه التخبيط والرزع والكلام ده كان في امريكا كان اغنيه مشهوره جدا، كانت في سنه 78 مشهوره جدا، كانت في فيلادلفيا. اللي احنا بنعمله دلوقتي بعدهم بحوالي 30 40 سنه بقت كده، بقى هم دلوقتي الوضع عندهم اتغير، بقوا ارقى من انهم يغنوا هم عريانين والكلام ده. ف يعني احتاج الامور دي لجزء من التوجيه، يعني لحسن بناء المواطن من الناحيه الثقافيه والفنيه. كيف ترى دور الإعلام في بناء المجتمع؟ يعني برضه تعقيبا على الجزء بتاع الفنون السينمائيه واحنا قلنا قبل كده موسيقى الاماكن والاغاني، هي طبعا شيء مهم جدا انه الفنون السينمائيه تعكس الواقع وتبني وجدان الناس. طبعا جزء من ده هي كل دي على فكره وسائل الاعلام، يعني بما فيها الافلام تعتبر من وسائل الاعلام. فالاعلام مش هو بس الصحافه المرئيه او المسموعه او الفيسبوك دلوقتي والواتساب والتيك توك، ما هو دي اداه اعلام، وانت ممكن تبعت رساله اعلاميه تتقال في دقيقه واحده اكثر بلاغه من رساله اعلاميه تتقال في ساعه ولا في ساعتين. وسائل الاعلام مهمه جدا. احنا كان عندنا حاجه زمان اسمها الهيئه العامه للاستعلامات. انا اعرف انه في بعض الدول ومنها طبعا الكيان الاسرائيلي الصهيوني المحتل عندهم هم منصات خاصه في كليات الحاسب، عندهم بيشتغل فيها طلاب كليات الحاسب اللي هي للتوجيه المعنوي في المجتمعات العربيه، لدرجه ان اللغه اللي الشباب بيستخدموها حرف منها انجليزي ورقم وحاجات زي كده، اللي هي اللغه على اللي يكتبوا بيها هم اللي مخترعينها. كذلك عمليه الوقيعه بين الناس واللي بيبقوا يعني حسابات فيج بيعملوها عشان تعرف طبعا التيارات اللي هي المعاديه للدوله بتبقى معمول جزء منها مش بس منصات في مصر، لا ايضا خارج مصر. فالاعلام مهم جدا والدوله لازم يكون ليها دور، وهي ليها وفي نفس الوقت ليها دراع طويل زيهم وتعرف تعمل اكتر. لكن احنا برضه ده ما يمنعش ان احنا نكون قريبين جدا من اولادنا في الزمن ده، وقريبين جدا من تلاميذنا وطلابنا. والطالب والتلميذ دلوقتي اصبح ذكي جدا مش زي الاول، يعني ذكي ولماح وبيستوعب بسرعه، ومحتاج بالفعل يعني ترويه بمفاهيمك وترويه بثقافتك وترويه يعني بتقاليدك وتقاليد مجتمعنا. وهم الحمد لله جيل مطمئن وجيل مبشر باذن الله، ومصر ودود ولود وستظل باذن الله. يحتل ملف تطوير العشوائيات مكانة مؤثرة في خطة الدولة المصرية نحو تطوير البلاد وتحسين بيئة السكن إلى المستوى المأمول. هذا ما يؤكد عليه الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف. الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ جغرافيا العمران ونظم المعلومات الجغرافية جامعة المنوفية وأمين عام الجمعية الجغرافية المصرية. ما هي مخاطر العشوائيات وأهمية التخلص منها؟ العشوائيات دي جزء خاص بالعمران. العمران ده احنا اتكلمنا جزء عنه خاص بطبعا جهود الدولة في إزالة العشوائيات وتوفير بالفعل حياة كريمة. يعني بالفعل يعني ما تنادي به الدولة المصرية وما تقوم به الدولة المصرية هي مشروعات إنشائية ومشروعات تنموية وليها بعد إنساني جميل بيمس بالفعل وجدان وشعور المواطن. يعني تخيل كده تكون ماشي وسايق ولا بتتفرج على منطقة عشوائية وفي يوم تلاقي الوضع اختلف تماما في هذا المكان ده، يعني تحول جذري. الدولة بتنظر يعني كأنها بتجعل المواطن شريك في التخطيط أو كأنه شريك في التنمية، لأنها ما بتهتمش بقطاع معين من السكان ولا بمكان معين في البلد ولا بنمط معين من العمران مدن ولا ريف، لا في كل الأماكن. مخاطر العشوائيات الإنسان اللي بيولد في بيئة عشوائية ويقوم من النوم الصبح وأكوام القمامة، ويعني دي ظاهرة لا بد التخلص منها.
ما عندوش ادراك، ما عندوش وعي للجمال، ما عندوش قيمه خاصه بالجمال، وهتعود على المنظر ده وهيبقى تغييره هو اللي هيبقى مشكله. عشان كده تلاقي بعض الناس بتقاوم التغيير ده، انه اعتاد على كده وغصب عنه يعني. فهي مخاطرها ليها طبعا مخاطر اجتماعيه وليها مخاطر نفسيه على المواطنين، ومع مرور الوقت بتغير مفاهيم مجتمعيه احنا في غنى عن هذا التغيير. فطبعا وجود بيئه للحياه الكريمه بيخلق مواطن افضل نفسيا واجتماعيا وصحيا. كيف ترى دور الدولة وإنجازاتها في القضاء على العشوائيات وتأثيرها على جغرافيا العمران بمصر؟ هو طبعا يعني للأسف أنه في فترة من الفترات اللي هي كانت قبل 25 يناير كان النمو عشوائي في أجزاء كتيرة جدا، وطبعا ده كان بعد يعني بعد حرب 73 حصل حاجة اسمها البوست وور ديموغرافي أو ديموغرافية ما بعد الحرب. بيحصل معدل عالي جدا في نمو السكان، وبيرافقه معدل عالي في نمو عدد الأسر، ويبقى أحيانا ضعف معدل نمو عدد السكان. يعني معدل نمو السكان 2 وكذا في المية، تلاقي معدل نمو عدد الأسر 4 أو أكتر. فده بيتطلب وحدات سكن، وحدات السكن بتتطلب مباني سكنية، المباني السكنية بتتطلب مساحات في المستوطنات البشرية بشكل عام، وبالتالي أجزاء منها كان مخطط ومحطوط له خطط مسبقة، وأجزاء نمت بطريقة تلقائية وطريقة عشوائية. طبعا للتغلب على ده ما ينفعش تعيد الماضي إلا بطريقة أو بجزء منه فقط. ما ينفعش تزيل مناطق عشوائية كاملة، وهيبقى صعب جدا. وبالتالي بنجد لما بيجوا يعملوا مثلا شبكة طرق ولا كباري بتبقى صعبة جدا، بتعدي في طرق ضيقة وفي أماكن فوق أماكن عشوائية وهكذا. لكن على الأقل المناطق العشوائية اللي هي في الأطراف، المناطق العشوائية اللي هي متطلب إزالتها علشان نعمل شبكة طرق حضرية في الداخل، أحيانا بيضطروا إن هم يشيلوها ويعوضوا الناس. فدور الدولة في هذا الاتجاه مهم جدا، وعلى الأقل علمت الناس إنه ما ينفعش إن احنا كنا نظل على هذا الوضع، نمو عشوائي، نمو غير رسمي. وبالتالي دلوقتي أصبح في قيود على البناء في أي مكان، قيود على تملك الأرض. طبعا القيود دي في محلها وسليمة، هي مش قيود، هي تنظيم للتملك، تنظيم للبناء الغير رسمي، تنظيم للارتفاعات. واحنا في حاجه لده، لان كل دول العالم ماشيه على اكواد وبتحترم هذه الاكواد، مع طبعا ان هي دول مستقره، ما عندهاش حروب، ما عندهاش مشكلات، ما عندهاش تقلبات. طبعا احنا عشان ما نبقاش قاسيين جدا على نفسنا، كل فتره من الفترات احنا فاكرين بعد اغتيال الرئيس السادات يعني طبعا اكيد الاعداء عملوا كل جهدهم عشان يوصلوك لمرحله معينه من القوة. يعني عاوزين دولة تبقى ضعيفة، ما تبقاش بالمناوئ ليهم. فأكيد في أطراف كتير اشتغلت على هذه الموضوعات. وصلنا في أحيانا في بعض العشوائية، في بعض منها العشوائية العمرانية. العولمة إيه مفهومها الشامل ومجالاتها وتأثيراتها على مجتمعنا؟ العولمة بروسس، عملية، شئنا ما بين بتحدث. انتقال المرض عولمة، الحج عولمة. طب ما يعني لما بتقرا في التاريخ وتلاقي بيقول لك انه ممكن يكون المصريين القدماء وصلوا للاماكن الفلانيه في المحيطات، ان في شبه ما بين الاهرامات المصريه والاهرامات مثلا في جبال الانديز، ان في مباخر وخناجر في الحضرموت والشبه اللي كانت في مصر في وقت من الاوقات، او مباخر يعني، ان في قبائل كامله في تركيا زي اولاد بكر اصلهم من الجزيره العربيه، ان في قبائل واسماء اماكن موجوده حاليا مش بس في المغرب العربي وبلاد المغرب العربي، لا موجوده في اسبانيا كمان، واصل التسميه ده اصلا موجود في حضرموت او موجود في جنوب
غرب الجزيرة العربية، بل إن بعضها موجود في المكسيك. انتقل مع العرب قبل الإسلام للمغرب العربي، وانتقل بعد الإسلام مع الفتح الإسلامي، وانتقل للأندلس، وانتقل مع الإسبان لما اكتشفوا الأمريكتين، يعني أمريكا الجنوبية، وانتقلت الثقافة، وانتقل التسميات الأماكن، وانتقلت أسماء العائلات، وانتقل ثقافة الطعام، وثقافة يعني أجزاء كتير جدا من العادات والتقاليد حتى بتنتقل وتهاجر مع الإنسان. فالبروسيس ده، العولمة دي بروسيس. وأنا ذكرت في بداية الحديث إن في ناس من مصلحتها استغلال العولمة دي بطريقة خاصة بيها لتحقيق عوائد ولتحقيق سيطرة. طبعا بيستفيد من دي المؤسسات الرأسمالية الضخمة اللي عاوزانا نبقى مستهلكين للثقافة ومستهلكين للمنتجات في نفس الوقت. وطبعا العولمة برضو شيء كويس لما يكون في شيء إيجابي وبينتشر على مستوى العالم، يعني علاج جديد، طريقة جديدة في الصناعة، طريقة جديدة في الزراعة، لما تنتشر دي ده عولمة، ده جلوباليزيشن. دي الجوانب اللي هي المضيئة فيه. الجوانب غير المضيئة أو السيئة لما بتستغل بطريقة تسيء للآخرين أو تسيء لبعض المجتمعات. ازاي نحافظ على هويتنا وتراثنا وتقاليدنا من العولمة؟ طبعا احنا كدولة مصرية احنا بالفعل في حاجة، وده موجود عندنا كمصريين، في تفرد. يعني جينات المصريين مختلفة، وعيهم، إدراكهم، معرفتهم يعني متأصلة. وفي أشياء كتيرة جدا من حياتنا اليومية أصلا احنا ورثناها يمكن من أيام المصريين القدماء، زي كلمة ست مثلا، زي أسماء كتيرة جدا مش حاضراني دلوقتي، من أيام المصريين القدماء، عادات وتقاليد كتيرة جدا. فالحفاظ على الهوية طبعا بخلق روح الانتماء والمواطنة والتدريس الكلام ده، واطلاع طبعا الدارسين او المتعلمين على الهويات الاخرى او على العوالم الاخرى اللي حوالينا، وده شيء غير مضر، بالعكس شيء مفيد، بس في نفس الوقت الحفاظ عليها شيء مهم. وده بيكون طبعا بيبقى عمل اكتر من جهة، وليس فقط التعليم، الاسرة، الاوقاف، الاعلام، وهكذا. يقول الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف إن العولمة مصطلح جديد يعبر عن عملية قديمة أدت إلى جعل العالم قرية إلكترونية صغيرة بتترابط أجزائها عن طريق أدوات ووسائل الاتصال المختلفة. الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ جغرافيا العمران ونظم المعلومات الجغرافية جامعة المنوفية وأمين عام الجمعية الجغرافية المصرية. كيف ترى تأثير الثورة التكنولوجية في عالم الاتصالات اليوم وتأثيرها على الأطفال والشباب سلبا وإيجابا؟ وكيف نتلاشى السلبيات؟ الثورة التكنولوجية طبعا يعني بقى شيء خطير جدا، ان الذكاء الصناعي دلوقتي ماشي في اتجاه ممكن يعمل حاجات يستغل بعد كده في حاجات مضرة. لكن هو الثورة التكنولوجية مهمة جدا. يعني بينادوا بالحكومة الذكية، ونحاول نطبقها بطريقة زي كتير من الدول سبقتنا في ده، النقل الذكي، التسويق الإلكتروني، الجيو ماركتينج وخلافه، وإنك تستخدم عن بعد يعني ابلكيشنز معينة، تحرك، تفتح، تقفل، تنظم حياتك، وده هيحدث في يوم من الأيام. طبعا ده مهم. لكن الجانب اللي هو بيأثر بقى على الحياة الاجتماعية على الإنسان، أدوات التواصل. أصبح الموبايل يعتبر مش فرد من أفراد العيلة، ده يكاد يكون يعني الفرد اللي مسيطر على معظم أفراد الأسرة، أو يعني علينا كمجتمع إنساني. احنا بنقضي اللي فيه هرم الاستهلاك الإلكتروني زي الهرم الغذائي، وأيضا في هرم للاستهلاك
وهم مصنفينه، يقول لك بيقعدوا البني ادم بيقعد قد كده على الموبايل، بيقعد قد كده على التلفزيون، بيقعد قد كده على برنامج كذا، بيقعد قد كده على ابلكيشن كذا، بيقعد قد كده على الكمبيوتر بتاعه اللي شغال عليه. طبعا هذه التكنولوجيا بيبقى ليها طبعا او هيبقى ليها مستقبلا انعكاسات طبعا على صحة الانسان، يكفي على عضلات الانسان، ويكفي ان يكون لها تأثير على الابصار، قوة الابصار بتاع الانسان، بيأثر على النيرفز بتاعته، او ايضا على الحالة العصبية بتاعته. واحنا بنشوف الاطفال الصغيرين بيقعدوا فتره طويله قدام، وطبعا في دراسات للزملاء في كليات التربيه والطفوله وغيرها في هذا المجال، ازاي ده بيأثر على سلوك الطفل وحياته الاجتماعيه مع اقرانه، وطبعا اكيد بيأثر علينا احنا ككبار كمان نفس الشيء. ازاي حضرتك نتلاشى تلك السلبيات؟ ان احنا طبعا نخصص طبعا في الشباب اليومين دول يعني بيواظبوا على حضور مثلا الجيم، بيواظبوا على اللعب والالعاب والريكريشن او الترويح الرياضي. فده طبعا مهم ان احنا نجعل قيمه لهذا. احنا طبعا ده موجود في مجتمعنا اكتر من الخارج. يعني انت تتخيل انه الناس عندها 8000 شخص يعني زي حالاتي غلبان، ما عنده 5000 واحد على الفيسبوك، هرد على مين ولا مين؟ طلبه وغيره وغيره. في الخارج الفيسبوك ده عليه 4-5 يعني عدد محدود جدا من الناس. فالمفروض يبقى اتصالاتنا المباشره افضل، او يعني بتبقى اكتر من اتصالنا عن طريق الادوات دي. لكن احنا مضطرين في مصر احيانا بنستخدمها في التعليم في كذا، او لاسباب كثيره جدا، بسبب صعوبه التنقل، صعوبه الحركه، ان احنا بنستخدمها. لكن هي في بعض المجتمعات وجودها قليل جدا. يعني زوكربيرج صاحب الفيسبوك ده ما بيستخدموش قد احنا ما بنستخدمه كده. يعني اللي اخترعه ما بيستخدموش كده، زي اي شيء الناس بتدمنه، اللي اخترعه هو ما بيدمنوش يعني. فانا ببقى شايف ان احنا لازم نعلي قيمه او قيم مثلا الرياضه، التواصل، انما نكون مثلا قاعدين في قاعده مع بعض نركن الاجهزه دي. وان كان ان ده يعني صعب جدا انه يكون وجهه نظر لوحدها اللي هتكفي في ده، محتاج طبعا، لان المجتمعات بتتغير، التقنيات بتتغير، طريقه التعامل مع هذه المشكلات يعني التكس تايم، يعني على ما الناس يتوصلوا لطريقه للتغلب على مشكلاتها. مسيرتي كديوان شعر، قصائده تروي عظمة أماكن لها في القلب، أماكن وأناس كالألماس بهم تزينت أفكاري، كلما بعدت عنهم أعادتهم لي رياح الزمان، وفي زماني أزمنة لا تنسى صنعت في القلب نوافذ، وراء كل نافذة حكاية، كلما أغلقت نافذة فتحت الأخرى، فيراودني الحنين والشوق كثيرا لأناس وأيام وأماكن بهم ومعهم رسمت أجمل ملامحي، ملامح أصالتها تتحدى تجاعيد الزمان. هذه بعض من أقوال الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف. الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ جغرافيا العمران ونظم المعلومات الجغرافية جامعة المنوفية، وأمين عام الجمعية الجغرافية المصرية. من أجمل الناس في حياتك الأم والأب، فماذا عنهم وماذا تعلمت منهم؟ طبعا أنا نشأت في الحمد لله حياتي الاجتماعية مستقرة وجميلة جدا. نشأت في الإسكندرية. والدي الله يرحمه كان حريص جدا على تعليمنا، وكذلك والدتي. تعلمنا منهم القيم، تعلمنا منهم الأصالة، ولازلنا يعني نعيش حتى اليوم على القيم اللي تعلمناها منهم، والمبادئ والأخلاق اللي تعلمناها منهم، ومتشبعين بها والحمد لله. طبعا ده بالنسبة للأب والأم. كنا عايشين طبعا في مدينة فيها يعني قدر معين من في أثناء طفولتي من الأجانب، الإجريج، كان في يهود برضو، كان في يعني عدد قليل من الأرمن والطلاينة، وفي يعني الأحياء بتاعتنا كان فيها عدد يعني من
الأغراب، واحد باعتبارها ميناء ساحلية وكده. برضو كان بنشوف كتير أجانب في ذلك الوقت. اتعودنا طبعا على قبول الآخر. يعني الحي اللي أنا كنت ساكن فيه في صعايدة وفي فلاحين وفي نوبيين وفي مسلمين وفي مسيحيين وفي يهود، وكان في جريج وجنسيات أجنبية في نفس الحي، في نفس المنطقة. يعني طبعا ده كان شيء مؤثر برضو في نشأتنا. ايه اجمل حاجه اتعلمتها من الاب واجمل حاجه اتعلمتها من الام؟ المثابرة والصبر وقيمة العمل. ويعني مهمة جدا اتعلمناها ان الانسان يعمل ويترك، يعني ليس بالضرورة ان يكون عائد من العمل بتاعه عائد مباشر. يعني ممكن يعمل عمل ويعتبره ان هو عمل خيري، ممكن يعمل عمل وما ينتظرش العائد منه. قيمة المثابرة والعمل دي كانت أهم القيم اللي اتعلمتها منهم. ماذا عن رفيقة الدرب وقصة زواجكم ودورها في حياتك وكذلك الأولاد؟ دكتورة أميمة رسمي زوجتي. احنا جوزنا طبعا جوازة يعني لدرجة كبيرة تقليدية. يعني هي حاليا هي مدير إدارة حي الجمرك التعليمية. كانت قبل كده إدارة المنتزه، مدير إدارة المنتزه التعليمية، ومنطقة كبيرة يعني ومهمة فيها مدارس كتير أجنبية وفي الإسكندرية. تربوية، معها دكتوراه في التربية في رياض الأطفال، وفي نفس الوقت عاملة عدد كبير من الأبحاث في علم النفس وفي مناهج طرق التدريس وخلافه، سواء على رياض الأطفال أو مراحل الأخرى. احنا اتجوزنا زي ما قلت بطريقة تقليدية. رافقتني في سفري لدولة قطر وللولايات المتحدة الأمريكية وللمملكة العربية السعودية. طبعا حصلت على الماجستير والدكتوراه واحنا متزوجين، وهي ايضا حصلت على الماجستير والدكتوراه واحنا متزوجين. انا كملت طبعا، خدت استاذ مساعد او يعني استاذ مشارك واستاذ. فطبعا ده كان في رحلة الحياة مع بعض، والحمد لله حياتنا مستقرة. وإن شاء الله يعني نتمنى طبعا إن أبنائنا يعني يبقوا زينا كده إن شاء الله في المستقبل. الأولاد عندي آثار. حصل على ماجستير من الجامعة الأمريكية في التربية وتعليم اللغة الإنجليزية، وليسانس من كلية ألسن جامعة عين شمس. بتعمل في مدرسة أجنبية، مدرسة لأصحاب الهمم في مدارس اللي هي الأجنبية هنا في التجمع. أحمد مستشار في وزارة العدل، كان ضابط شرطة، يعني معاه ليسانس حقوق أكيد عين شمس، بالإضافة لبكالوريوس العلوم الشرطية وماجستير في القانون الدولي أيضا من الجامعة الأمريكية. وانتقل من الشرطة لوزارة الداخلية لوزارة العدل من يعني قليل من السنوات السابقة. وعندي يوسف بكالوريوس صيدلة جامعة عين شمس، كلهم خريجين عين شمس، مفيش حد منوفية ولا اسكندرية عشان قريبة مننا هنا. يعني أثناء أحداث يناير كانت أقرب حاجة لينا هي جامعة عين شمس والأكاديمية جنبنا. يوسف هو خريج صيدلة ولكنه بيعمل في مجال الفن في التأليف والغناء، وبيدبلج أسماء يعني عفوا أفلام أجنبية، وليه يعني الشباب عارفينه كتير قوي على التيك توك وغيره. ليه أغاني كتيرة جدا، حتى ملحن لنسمة محجوب، مؤلف وملحن أغنية لنسمة محجوب. وإحنا يعني الأسرة أسرة فنية موسيقية. أنا كنت بكتب أغاني، ونقول كنت بغني، ماشي كنت بغني قبل كده. الدكتورة أميمة عازفة ماهرة على البيانو. باباها كان موجه
لغة فرنسية وموجه رياضيات وموجه موسيقى، برضو أسرة فنية. وبالتالي فأولادنا طالعين زينا. ولكن كان الفن ده كان بيظهر في اللقاءات الاجتماعية، في حفلاتهم في المدارس. حاليا يوسف عنده استوديو خاص بيه اللي بيألف ويلحن وتوزيع. واحنا كأسرة فنية يعني يعني ما كانش العملية ليها أي هدف تجاري في الأساس، كانت أساسا كانت لأسباب وطنية بحتة. حتى الأسرة كلها أنا وإخواتي واخوات الدكتوره امامه كانوا يشجعونا، لان طبعا يعني كانوا حابين الاذكاء والروح الوطنيه بالطريقه دي. مع مرور الوقت طبعا الجهات الاخرى بقى تنبهت ليهم، عملنا حاجات او هم عملوا حاجات للعلاقات العامه والاعلام في وزاره الداخليه، وحاجات للتوجيه المعنوي للجيش، حاجات مع سليم سحاب، مع احمد جمال، عملوا حاجات مع عمرو مصطفى، يعني حاجات كويسه. وهلم جرى يعني. ده من ناحيه اللي هي اولادي، ونتمنى لهم ان شاء الله السعاده والهناء في حياتهم المستقبليه. يا ترى مين ابرز واحب الشخصيات لحضرتك بمصر وخارجها؟ يعني في مصر اكيد يعني الكلوز فاميلي، يعني اكيد الاسره، احنا يعني الاب والام، الزوجه، الابناء، الاخوات، الاخوات، ابناء العمه، ابناء الخال، ابناء العمه، يعني هم طبعا الاسره. واحنا كلنا كمصريين، احنا كمصريين معروف ان احنا اكتر شعب يمكن يعني من ناحيه العرق او الجنس، احنا اكتر ناس متجانسين في العالم. فكل الناس اخواتنا وكل الناس حبايبنا وكل الناس مؤثرين في حياتنا. لو طبعا اساتذتي الاكارم اللي ذكرت اساميهم كلهم اثروا طبعا في حياتي، بالاضافه للفتره اللي اشتغلت فيها استشاري يعني في بعض في الدار كونسلتنسي. اشتغلت في قطر، في نيجيريا، في النيجر، في اليمنيين، اشتغلت مشاريع في الكويت، يعني في كذا مكان في الدول العربيه والافريقيه. طبعا دول كلهم اثروا في حياتي، دول كانوا رؤساء في العمل من لبنان ومصريين وسوريين وغيرهم. اساتذتي في الخارج ذكرتهم اللي كانوا في قطر. في الولايات المتحده الامريكيه اثناء منحه الهيوبرد هارد هامفري كان الدكتور صلاح الشخص، ده كان مستشار للرئيس بيل كلينتون، وفي نفس الوقت كان عميد كليه ادوارد بلاوستن سكول فور اوربان بلاننج اند بابليك بوليسي في جامعه روتجرز في بسكاتوي، او مش فاكر اسم المدينه، نيو برونزويك. وهو طبعا اثر في حياتي، وكان راجل يعني مهم جدا في امريكا فيما يتعلق بالتخطيط، وليه مشروعات اتعملت هنا في مصر. في الجيش اثر فيا اللواء عبد المنعم سعيد، رغم ان انا فتره صغيره اللي قعدتها سنه، بس هو كنت انا رسام العمليات بتاعه في اثناء التجنيد في الفرقه الثانيه مشاة، كنت انا رسام العمليات. كنت طبعا ارقبه عن قرب، وطبعا اتمنى في يوم من الايام ابقى زي حد من هؤلاء الابطال يعني، ولا سيما الدقه والنشاط والحزم، وفي نفس الوقت يعني الوعي الكامل بما يجري. يعني كتير جدا الناس اثر عليا، مش هقدر اتذكر اني سافرت كتير بلاد واشتغلت في اماكن كتير. اشتغلت صحفي في فتره من الفترات في الجلف تايمز وفي الشرق وفي جريدة المرشد في الخليج، وتأثرت ببعض الكتاب زي سيد حجازي وأحمد سيد حجازي ومين محمد الشرقاوي وحد تاني مش فاكر اسمه. يعني كتير الناس اللي اشتغلت أثناء ما كنت شغال صحفي. يعني اثناء ما كنت شغال صحفي كنت شغال ايضا في المجالات اللي هي الاستشارات الهندسيه واعمال المساحه. فيعني كثر هم من اثروا في حياتنا. يا ترى ايه احب الاماكن والبلدان اللي حضرتك منذ الطفوله وخلال رحلتك العلميه والعمليه؟ هو طبعا بلا شك
مكة المكرمة والمدينة المنورة من الأماكن المحببة لقلوبنا جميعا حتى لو ما رحناهاش. أنا بالعكس طبعا أنا اشتغلت فترة طويلة، في فترة أعتز بيها عملي في المملكة العربية السعودية في جامعة الملك خالد وجامعة الملك عبد العزيز، وكلية البنات اشتغلت كلية جامعة أمير نورة يعني قبل ما تبقى جامعة، اشرفت فيها على حاجات هناك. فأنا أعتز بالفترة دي، وكانت فرصة طيبة ليا إن أنا أعمل عمرات، وحجيت مرتين ولله الحمد. ف طبعا زيارة مكة والمدينة من الأماكن الجميلة جدا، والسعودية كلها طبعا في أماكن كتير جميلة. أيضا من الأماكن المحببة ليا طبعا مدينة الطفولة ومكان الميلاد مدينة الإسكندرية، رغم أن أنا دلوقتي عايش في القاهرة، لكن بفتقدها جدا وبفتقد أصدقائي وزمايلي وقرايبي، لأنه يعني حياتنا كلها كانت في اسكندرية. مدينة الإسماعيلية اللي أثناء حرب أكتوبر 73 كنت فيها، رغم أن أنا قعدت 40 يوم فقط أثناء الحرب، وبعد ال 40 يوم وبعد انتهت يعني التفاهمات الخاصة بالكيلو 101 احنا رجعنا على الكلية. فطبعا هي من المدن المحببة لقلبي، عشان كده أنا أعار لجامعة قناة السويس في الإسماعيلية بقالي 12 سنة، وحابب جدا إن أنا أشوفها كل أسبوع أو كل أسبوعين، وحي الأفرنج والأماكن اللي أنا كنت فيها أيام الحرب. ومن الصدفة إن أنا لما اتجندت بعد كده كان جيشي برضو كان هناك، كان ما بين القصاصين والتل الكبير، وكانت الإسماعيلية والأنطرة، وكانت الإسماعيلية أقرب مكان لينا، لدرجة إحنا قربنا منها جدا أثناء عبور السادات لزيارة القدس لما يعني عدى من فوقنا، وكنا احنا في حالة مشروع تعبوي استراتيجي، وصلنا لغاية القناة، ولما رجع القوات رجعت في أماكنها تاني. فعشان كده كل المنطقة دي أنا بحبها. طبعا الحياة في الدول الغربية جميلة، وأنا رحت أمريكا ورحت نيوزيلندا ودخلت مرة المكسيك وعلى مشارف كندا، ورحت اليونان، هونج كونج، هولندا. فطبعا نمط الحياة الغربي مريح وكويس. نمط الحياة في السعودية برضو هادئ، فاحنا هنا محملين بأعمال كثيرة جدا. الواحد يتمنى طبعا ان يشوف بلده افضل مكان في الدنيا، زي افضل مدينة شفتها في امريكا، وافضل مكان شفته في اي دولة تانية. ده ما يمنعش ان عندهم كتير مشكلات، احنا طبعا الحاجات دي درسنا وعارفين كتير مشكلات هناك اجتماعية وعمرانية وكل حاجة، يعني ما نختلفش او ما يختلفوش كتير عننا. بس دي الاماكن اللي هي المحببة ايضا. الولايات المتحدة الامريكية، مدينة واشنطن اللي هي يعني لان اشتغلت فيها فترة، وشمال نيوجيرسي كنت قريب من نيويورك، فكنت بروح نيويورك على طول. فبرضه نيويورك من الاماكن المحببة لقلبي، بالاضافة للوس انجلوس ان قعدت فيها هي وبولدر في كولورادو، فيها جامعة كولورادو بولدر. فدي الاماكن اللي انا حبيتها في يعني خارج مصر من الدول الاجنبيه، هي الاماكن اللي انا قضيت فيها مده طويله في امريكا. في حياة كل واحد فينا لحظات، ايه هي اجمل ايامك؟ ويا ترى ايه هي اجمل الايام اللي مرت عليك على المستوى الانساني والعلمي والعملي؟ الانساني لما بابا وماما حجوا، ده كان فرح كبير جدا بالنسبه لي. لما اتجوزت طبعا، ولما خلفت أثار وأحمد يوسف، ده من الناحية الإنسانية. من الناحية العملية، ايوه العملية العمل طبعا حصولي على درجة دكتوراه، وتشرفي بأن أنا ناقش قدام لجنة رئيس مجلس شورى ووزير ومعظم رئيس الجامعة والنواب وعدد من الكبار رجال الدولة كانوا حاضرين في المناقشة دي. فطبعا ده كان يوم مؤثر جدا، ويعني تعتبر ذكرى يعني دايما تحضر في ذهني. برضو حصولي على درجة أستاذ، برضو ده كان يعني من الأيام الفارقة يعني. ده من الناحية العملية والناحية الإنسانية. طب على المستوى العملي؟ الناحية العلمية أنا قلتها اللي هي حصولي على الأستاذية، هي علمية وعملية في
في نفس التوقيت، لان احنا عملنا مرتبط بترقياتنا الأكاديمية. على مدى عقود طويلة أبدع في رسم بصماته الرائعة في عالم الجغرافيا. نال من علمه الكثير من البلدان والعواصم العربية والغربية، فاستحق أعظم التكريمات محليا ودوليا. إنه أستاذ جغرافيا العمران ونظم المعلومات الجغرافية جامعة المنوفية، الأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف، أمين عام الجمعية الجغرافية المصرية.